اهلا بيكم في فيديو جديد. يا رب كلكم تكونوا بخير. الفيديو ده ان شاء الله هنتعرف ازاي نصمم شكل الكتاب اللي قدامنا ده بطريقه سهله جدا وبسيطه. ولو اي حد حتى ما عندوش خلفيه على برنامج بلندر هيكون ان شاء الله الشرح سهل جدا وسلس. فخلينا بقى نبدا واحده واحده. طبعا كالعاده هنيجي ندوس اكس على الكيوب ده ونقول له ديليت، وهنحط بداله شيفت وحرف الاي بلين، ونغير المقاسات بتاعته. ندوس رقم 7 من الكيبورد، نقول له اس اكس عشان يطولها لنا شويه. هندوس زرار التاب من الكيبورد او من فوق من الايديت مود اوبجكت مود ونغيرهم. هنيجي ندوس حرف الاي ونعلي شوية كده يكون ده السمك عندنا. وقبل ما نبدأ هنروح مسحين الفيسز دي، دوس ده الفيس ده وندوس شيفت الفيس اللي بعده وندوس شيفت الفيس كمان التالت. لو اي حد عنده مشكلة في اختصارات بلندر فانا عاملة كتاب فيه اكتر من 100 اختصار باللغة العربية، هيكون الموضوع سهل جدا وبسيط ان شاء الله. هتلاقوني حاطالكوا اللينك في صندوق الوصف. حددت الاتش ده وهحدد الاتش اللي تحته وادوس كنترول حرف البي، وهاجي ادوس بلس من الكيبورد بالشكل ده. هاجي ادوس رايت كليك اوتو سموث، وهاجي اعمل موديفاير من هنا من اليمين اد موديفاير. هحط حاجتين، عندي اول موديفاير سوليديفاي واعلي السمك شويه، وتاني موديفاير هيكون عندي البيفل. هيكون عندي بالشكل ده. عايزه احط الاطار اللي بيحاوط الكتاب، وعايزه احط الصفح او الصفحات، يعني اتوقع انها بتقال صفحات افضل. هنيجي ندوس تاب وندوس كنترول حرف الار وبعدين كنترول بي. همسح طبعا كل السيجمنتس دي انا مش عايزاهم، وهاجي ادوس وهم متحددين لي كده شيفت وحرف الدي بقت لوحدي، وهدوس زرار السكيب وهقول له بي سيلكشن، وهخرج من الايديت مود كلها وهرفعها لفوق شويه. هاجي وانا محدداها كده هحركها شويه في اتجاه الواي جي واي، وهقول اس في اتجاه الزد، وانزل تحت جي في اتجاه برضو الزد. بقت عندي بالشكل ده. حاجة اخليها كأنها محاوطة الكتاب، بقت عندي بالشكل ده. عايزين نعمل طبعا الصفح، هنيجي ندوس عند الفيسز وهدوس شيفت، اقول له شيفت دي وادوس تاني زرار سكيب واقول له بي سelection، انزل بالصفحة اللي انا حددتها اقول له جي في اتجاه الزد، وهاجي اضيف بس موديفاير جديد وهو الاري عشان متخضوش. هنيجي في اتجاه الزد ننزلهم تحت كده وادخلهم بالشكل ده، واكبر المساحة في اتجاه اس واي. صغرها سنة بسيطة وبقت عندي بالشكل ده. هنا محتاجة ترجع ورا شوية، جي في اتجاه الاكس كده كله تمام. هنيجي نحط اخر حاجة عندنا اللي هي الكلمة او الرقم بين التكست. ايوه الرقم 7، واختار من edit mode، همسح واقول له 2026 واقول تاب. وانا دايسة برضو فوق هدوس R اعملها روتيت بسيط -90 واحركها بالشكل ده. هنيجي هنا عند ال A عند حاجة اسمها geometry. ايوه هنعلي الدبس شوية وهنعلي الاكسترود سنة بسيطة.
نصغرها في اتجاه الزد وهخليها بالشكل ده. هنيجي لآخر خطوة معانا وهي خطوة جميلة جدا، هي الشيدنج. نحط شوية ألوان إن شاء الله يعني تطلع ظريفة. حدد كفر الكتاب ونقول له نيو، وأقول شيفت وحرف ال A وأقول له color ramp، أحطها هنا وأوصلهم ببعض. وهاجي عند شيفت وحرف ال A واختار gradient texture واختار أوصلهم ببعض. هنيجي نغير هنا من اللينير ونخليها بي سبلاين وأقلل الرفنس وأغير اللونين دولت. طبعا نيجي عند الأسود ونخليه لونه درجات البينك، والأبيض مع سنة بسيطة، ونضيف لون تالت يكون في الوسط ما بينهم. بقت عندي بالشكل ده. هاجي عشان اخلي دي برضو نفس الماتيريال اللي انا حطيتها لدي بطريقة سهلة، بحدد الشكل المتحوطة بيه واقول الكتاب واقول كنترول حرف ال لينك ماتيريال. طبعا بدوس دبليكيت عشان الالوان تتغير لي. هاجي هنا اختار، انتوا ذوقكم بقى، يعني انتوا شايفين متحبوش ممكن اللون البينك، بتحبوا اللون الاصفر، بتحبوا الالوان الغامقة، يعني الموضوع راجع لكم في الاول والاخير. غير دي شوية مكانها، نخليها في جي في الاتجاه الاكس في النص كده. وهخلي الكتابة نفس لون الإطار المتحوط برضو بلينك ماتيريال. ممكن نخفف الدرجة شوية الناحية التانية برضو، وبقت بالشكل ده. بس كده خلصنا الفيديو. لو حسيتوا ان الفيديو مفيد او ممكن يفيد حد تاني، ممكن تبعتوله، يعني ليه لأ. وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتيرة. مع السلامة.